بلاش إحباط. الأرزاق على الله. بلاش تحبط حد. كل ما انزل فيديو يعني بقول فيه تفاصيل عن ليبيا، عن الشغل، عن لا ما تجيش الفترة دي، عن لا تعالى الفترة دي، عن لو انت معاك مثلا صنعة تعالى، لو انت عامل ما تجيش. الاقي واحد بلاش تحبط الناس، الارزاق بيد الله. طب ما احنا عارفين ان الارزاق بيد الله ونعم بالله طبعا. بس انا بقول لك بديك يعني نبذة، او بدي الناس اللي هي بتفكر تيجي ليبيا نبذة عن الواقع، نبذة عن الشغل، نبذة عن إن صنعتك كويسة ولا لا، نبذة عن المرتبات، نبذة عن الحياة ذات نفسها. فأنا ما بقولش لحد ما تجيش. أنا لو بقول لك ما تجيش، فبقول لك ما تجيش مثلا الفترة دي، الشهرين دول الشغل فيهم مريح، فبدل ما تيجي مثلا تقعد نصهم أو تقعد تدور على شغل، لا خليك مثلا بعد الشهر ده تعالى، هيكون الشغل اكتر واسهل. ده اللي انا اقصده. فانا طبعا عارف ان كل واحد ليه رزق، وطبعا بتختلف من شخص للتاني. فانا قايل كده اصلا في كذا فيديو قبل كده. بس انا بقول لك يعني في وقت بيبقى معروف، وقت في السنة كده، رمضان والشهر اللي قبل رمضان بيبقى الجو مريح فيه شوية، الشغل مش احسن حاجة، فالشغل بيفتح اكتر بعد العيد. فده اللي انا بتكلم فيه. فانت عاوز تيجي في اي وقت تعالى، بس الافضل ان انت لو مثلا جاي على رمضان او قبل رمضان بشهر، خليك اجل بعد العيد. ودي ارزاق وربنا يرزق الجميع يا رب.